فكرة التوازن ما بين ان انت تعمل الوظيفة والشغل بتاعك الجانبي، الموضوع مش سهل خالص، بالعكس هو صعب، بيحتاج تنظيم مش للوقت، وبيحتاج تنظيم اكتر للطاقة بتاعتك. فانت لازم تعرف خلال يومك ايه الحاجات اللي ممكن تستهلك طاقة منك سواء ذهنية او بدنية، وتوزعها او تخليها في اوقات معينة خاصة بالوقت بتاعك. على سبيل المثال، انا بخلي دايما الحاجات اللي بتحتاج شغل ذهني عالي بخليها قبل الشغل بتاعي، قبل الشغل اللي هو 9 to 5. فبالتالي انا بكون مخلص اكبر حاجه في اليوم متعبه قبل ما ابدا الشغل بتاعي. اصلا بصحى بدري ساعتين تمام، بس في نفس الوقت بلاقي الموضوع لما ارجع من الشغل اللي هو بعد ما ارجع كموظف الساعه 5 ولا حاجه، بلاقي الموضوع، لا بلاقي الموضوع اسهل عليا، بيبقى فاضل لي تاسكات خفيفه كده بقدر ان انا انجزها بسرعه. ففكره ان انت توزن نقطة الطاقة بتاعتك خلال اليوم دي أهم من توزيع الوقت وتنظيم الوقت. فديت أول خطوة إن شاء الله تبدأوا فيها، وهشوفكم إن شاء الله بكرة بإذن الله.